طب هو ليه اصلا، يعني سؤال كده جه في بالي واكيد هيجي في بالك برضو، ليه اصلا الشخص يجازف من اصله؟ يعني ليه كده ما نريحش نفسنا ونقعد عايشين في هدوء باللي احنا ضامنينه وخلاص؟ ما تبصش على المكسب بس على انه فلوس. طبعا عارف دلوقتي ان انت اهم حاجه بالنسبه لك الفلوس، ولكن لازم نقول ان في حاجات تانية مهمه كتير. في الوقت اللي بيضيع منك مش بيرجع تاني، اللي هو انا هاخد قرار من غير اي دراسه، من غير اي خطه، من غير اي حاجه بديله. مهم جدا ان انت قبل ما تاخد الريسك في اي حاجه في حياتك تسال نفسك 5 اسئله. طب تمام، اول حد كده خلينا نقول في البدايه ان النتائج دايما بتكون مش مضمونه. نتائج اي حاجه سواء كان على نطاق الشغل او الدراسه او في اي مجال او اي حاجه انت بتعملها في حياتك. مثلا على سبيل المثال، لو انت داخل في علاقه جديده في حياتك، مش هتبقى ضامن اذا كانت العلاقه دي تستمر او لا، او ان العلاقه دي هتنجح ولا هتفشل. او مثلا لو انت صاحب مشروع معين وحابب ان انت تضيف منتج جديد في المشروع بتاعك، مش هتبقى ضامن اذا كان المنتج ده هينجح ولا هيفشل. ومن هنا بيجي دور الموضوع اللي احنا هنتكلم فيه النهارده، وهو الريسك او المجازفه او المخاطره. وهي فكره ان انت بتكون في موقف معين محتاج ان انت تاخد فيه قرار معين، والقرار ده بيكون فيه احتماليه للخساره واحتماليه للمكسب. يعني مثلا على سبيل المثال، انا دلوقتي بصور الفيديوهات بتاعتي بالتليفون وبسجل الصوت من خلال المايك المتواضع ده. لو انا مثلا قدرت ان انا اغير التليفون وجبت كاميرا وغيرت المايك العادي ده وجبت مثلا مايك احترافي اكتر، وارد ان الموضوع يأثر على المشاهدات هنا في القناة، والمشاهدات بتاعتي تزيد. وده لاني اهتميت بجودة الفيديوهات وجودة الصوت، فده ممكن ينعكس بشكل ايجابي على المشاهدات في القناه. بس هل انا ضامن الموضوع ده او ضامن النتيجه دي؟ هل انا ضامن ان انا لو غيرت مثلا التليفون وجبت كاميرا وصرفت وجبت مايك احترافي، هل ده هيأثر بشكل فعلي، او انا هبقى ضامن ان ده هيأثر بشكل فعلي على المشاهدات هنا في القناه؟ اكيد هنا الاجابه هتكون لا. ومن هنا بيجي دور الريسك او المخاطره، بمعنى ان انا لو ما اخدتش الريسك او القرار ده ممكن اضيع على نفسي فرصه ان القناه مشاهداتها تزيد بشكل كبير. اما بقى لو قدرت ان انا اخد القرار او الريسك او المخاطره في الموضوع ده، ممكن الموضوع يكون افضل بكتير من اللي عليه دلوقتي. وزي ما اي حاجه في الدنيا بيكون ليها انواع كتير، فبرضه المجازفه او المخاطره بيكون ليها نوعين. النوع الاول وهي المخاطره او المجازفه المحسوبه، وفي النوع ده انت بتدرس او بتحلل كل الجوانب المرتبطه بالموضوع اللي انت هتاخد فيه الريسك او هتاخد فيه المخاطره دي، وكمان بيكون عندك خطه بديله. يعني مثلا على سبيل المثال، شخص عاوز ان هو يسيب شغله الحالي اللي هو فيه دلوقتي، وقرار ان هو يسيب شغله ده بيكون مبني على دراسه او تحليل، او هو بيكون عارف كويس جدا ان شغله ده بياخد من وقته كتير جدا، وفي نفس الوقت المقابل بتاعه مش بيكفيه. فبالتالي الشخص ده هيقرر ان هو يسيب الشغل ده، وبناء عليه القرار ده يعتبر مخاطره او مجازفه، او الحاجه اللي هو يعملها دي تعتبر ريسك كبير جدا. ولكن في نفس الوقت هو هيبقى عنده خطه بديله، بمعنى ان هو هيبقى مجهز مثلا شغل تاني، ويراعي ان في الشغل التاني ده ما يكونش فيه عيوب الشغل اللي هو كان فيه في الاول. نقول مثال تاني يوضح الموضوع اكتر. مثلا شخص قرر ان هو يعمل منتج جديد في المشروع بتاعه، وقرر ان هو يعمل منتج جديد ده مبني على دراسه او تحليل، او هو عارف كويس جدا ان المنتج ده وارد ان هو يزود العملاء بتوعه بشكل كبير جدا. ولكن في نفس الوقت هيكون عنده خطه بديله، بحيث ان لو المنتج ده ما نجحش في ان هو يجيب له العملاء الكتير اللي هو متوقعهم، هيقدر وقتها مثلا يستخدم الخطه البديله اللي ممكن تكون عباره عن ان هو مثلا يعمل تخفيضات او سيل على المنتجات القديمه اللي هو بيقدمها، بحيث ان هو يضمن ان الهدف بتاعه يوصل له في النهايه، سواء كان من القرار اللي هو هياخده او الريسك اللي هو هياخده ان هو يعمل منتج جديد، او من خلال الخطه البديله ان هو يعمل تخفيضات او سيل على المنتجات القديمه اللي عنده. ودي كده المخاطره المحسوبه، وهي فكره ان انا هاخد قرار معين، والقرار ده هيبقى مبني على دراسه او تحليل، او انا هبقى عارف كويس جدا انا ليه هاخد القرار ده، او عندي المبررات اللي تخليني او الاسباب اللي تخليني اخد القرار ده. وفي نفس الوقت هيكون عندي الخطه البديله بتاعتي اللي ممكن استخدمها لو لا قدر الله ما كنتش موفق في الريسك او الخطوه او المخاطره اللي انا هاخدها دي. وفي النوع ده عايز اقول لك نسبه المجازفه بتكون قليله شويه، فبالتالي بيزيد معاها احتماليه النجاح او احتماليه ان القرار بتاعك يكون صح. طبعا انت دلوقتي هتقول لي كويس جدا ان نسبه نجاح هتكون معقوله، بحيث ان انا هبقى ضامن ان انا هنجح او اكون موفق في القرار ده، وده بيكون فعلا. ولكن المعادله برضو بتقول ان كل ما زادت المجازفه او المخاطره، كل ما زاد معاها حجم الفايده او النجاح اللي انت هتحصل عليه لو القرار ده طلع صح. يعني مثلا واحد قرر ان هو يستثمر كل الفلوس اللي معاه في البورصه،
فقرار ان هو يستثمر الفلوس اللي معاه كلها في البورصه ده قرار مش محسوب، او المخاطره بتاعته مش محسوبه، فبناء عليه الريسك بتاعه كبير جدا. ولكن في نفس الوقت الفايده اللي ممكن تعود عليه لو القرار ده طلع صح، هيقدر ان هو يكسب فلوس كتير جدا، او الفايده او النجاح اللي هو هيحصل عليه هيبقى كبير جدا. اما بقى لو لا قدر الله القرار ما كانش الشخص ده موفق فيه، فبالتالي برضه بناء على ان الريسك عالي جدا هتبقى المخاطره كبيره جدا، وهيضطر ان هو يخسر كل الفلوس اللي معاه. ومن هنا بنروح للمجازفه او المخاطره العشوائيه، اللي هو انا هاخد قرار من غير اي دراسه، من غير اي خطه، من غير اي حاجه بديله. زي كده الشخص اللي لسه قايلين عليه من شويه، اللي حط كل فلوسه في البورصه بناء على ان القرار بتاعه ده او الخطوه اللي هو خدها دي مش مبنيه على دراسه او تحليل، وفي نفس الوقت ما كانش عنده اي خطه بديله. طب هو ليه اصلا، يعني سؤال كده جه في بالي واكيد هيجي في بالك برضو، ليه اصلا الشخص يجازف من اصله؟ يعني ليه كده ما نريحش نفسنا ونقعد عايشين في هدوء باللي احنا ضامنينه وخلاص؟ عايز اقول لك ان دي حياه بعض الناس فعلا، ولكن الناس دي بيجي عليها وقت مش بتقدر، او مش بيجي عليها وقت، ده هي طول الوقت مش بتقدر ان هي تطور من نفسها، سواء كان على الجانب الشخصي او على الجانب المهني او على اي جانب في حياتها. وكمان ممكن الموضوع يوصل ان الناس دي بتوصل لدرجه ان حياتها ممكن تبوظ، وده لان مفيش اي نجاح ما جاش عليه لحظه مخاطره او مجازفه بحاجه معينه، سواء كانت الحاجه دي فلوس او وقت او راحه نفسيه. انا القلم ده مش عارف ماسكه ليه، يعني المفروض ان انا هجيب سبوره هنا، يعني عايز برضو اخد رايكم في الموضوع ده، ان انا هجيب سبوره هنا وهشرح عليها في باقي الفيديوهات او في الفيديوهات اللي جايه. شوفوا بقى ده لو كان قرار موفق قولوا لي في التعليقات، علشان السبوره اللي انا هجيبها دي يعني بفلوس كتير، فده يعتبر في حد ذاته مخاطره او مجازفه، ولكن انا هبقى في المخاطره او المجازفه المحسوبه، بحيث ان انا هشوف الاول اراء الناس، وفي نفس الوقت هيبقى عندي خطه بديله، بحيث ان انا ممكن لو القرار ما كنتش موفق فيه هقدر ان انا استخدم السبوره دي في اي حاجه تانية فيما بعد، او ان انا ممكن مثلا ابيعها. وزي ما احنا اتعودنا ان احنا نستعين بالدراسات او الابحاث طب انا عايز اشرب ميه. وزي ما احنا اتعودنا ان احنا نستعين بالدراسات والابحاث العلميه في الموضوعات اللي احنا بنتناقش فيها هنا في القناه، فبناء عليه الدراسات والابحاث العلميه بتشير ان سلوك المجازفه بيتاثر بعوامل كتير، عوامل زي العوامل البيولوجيه او العوامل النفسيه او العوامل الاجتماعيه. فتلاقي مثلا المراهقين بيميلوا اكتر للمجازفه او المخاطره، وده بسبب عدم اكتمال الفص الجبهي، اللي هو الجزء اللي موجود في المخ ومسؤول عن ضبط السلوك. فبالتالي مش بتلاقيهم يميلوا بس للمخاطره او المجازفه بسبب عدم اكتمال الجزء ده في المخ، بتلاقيهم كمان يعملوا حاجات غريبه في الوقت ده. وبرضه بيكون في فرق بين المجازفه او المخاطره ما بين الرجاله والستات، بحيث ان انت بتلاقي الرجاله عندهم مجازفه اكتر، او عندهم قدره عاليه على ان هم يخاطروا بشكل اكبر من الستات، وده اللي بيخلي الرجاله بيكونوا مميزين اكتر على الجانب المهني. طب خلينا بقى نكمل ونقول ان باقي الابحاث او الدراسات العلميه بتقول ان ادراك بعض الناس للخساره والربح، يعني انت تكون عارف كويس جدا لو خسرت هيحصل لك ايه، او لو ما كنتش موفق في الريسك او المخاطره اللي انت هتاخدها دي هيحصل لك ايه، وفي نفس الوقت لو كسبت هيحصل لك ايه. الادراك ده بيخلي بعض الناس بيكونوا خايفين اكتر من الخساره، وبناء عليه بيترتب، بناء على الخوف ده بيترتب ان هم ياخدوا قرارات مش منطقيه، وده علشان هم خايفين اكتر من الخساره او خايفين ان هم يخسروا، فبالتالي بيترتب عليه ان هم ياخدوا قرارات مش منطقيه تخليهم ما ينجحوش. وبرضه في بعض الابحاث بتقول ان الجينات الوراثيه بيكون ليها دور في الموضوع ده، بحيث ان انت مثلا سواء كانت قدرتك على المخاطره او المجازفه عاليه او منخفضه، فده ممكن يرجع لان الجينات الوراثيه هي السبب في الموضوع ده. وفي نهايه الفيديو الجميل ده اللي انت جازفت او خاطرت وكملته للاخر، حابب اقول لك ان سواء كانت روح المخاطره او ان انت تاخد الريسك في اي حاجه في حياتك، سواء كانت القدره دي عاليه او قليله، مهم جدا ان انت قبل ما تاخد الريسك في اي حاجه في حياتك تسال نفسك 5 اسئله. السؤال الاول وهو ايه اللي ممكن تكسبه؟ وما تبصش على المكسب بس على انه فلوس، في عندك وقت، في صحة، في راحة نفسية، في حاجات تانية كتير مهمة غير الفلوس. طبعا عارف دلوقتي ان انت اهم حاجة بالنسبة لك الفلوس، ولكن لازم نقول ان في حاجات تانية مهمة كتير. نظرة ان الفلوس اهم حاجة دي نظرة متسرعة شوية. طبعا الفلوس مهمة لحد معين، ولكن في الوقت اللي بيضيع منك مش بيرجع تاني. في صحة، طبعا اهم حاجة الصحة، ربنا يديك ويدينا الصحة. في راحة نفسية، لو انت معاك الفلوس الكتير جدا ومعاك الوقت اللي يخليك تصرف الفلوس، مش هتكون مستمتع بالفلوس دي وانت ما عندكش راحه نفسيه. وحتى لو انت عندك الوقت ولكن انت من جواك مش مبسوط باي حاجه بتعملها في حياتك. السؤال الثاني وهو ايه اللي ممكن تخسره؟
زي ما سالنا وقلنا ايه اللي ممكن تكسبه، برضه بنسال السؤال الثاني ايه اللي ممكن تخسره. وبناء على الكلام اللي قلناه في السؤال الاول، فبرضه الخساره مش بتكون بس فلوس، بالعكس انت ممكن تخسر فلوس في مقابل ان انت تكسب وقت او صحه او راحه بال. السؤال الثالث وهو هل هتقدر تتحمل الخساره دي؟ وبرضه السؤال ده هيرجعنا للسؤال الاول، بمعنى ان انت ممكن تتحمل، اعتقد يعني ان انت ممكن تتحمل خسارتك للفلوس زي ما بيقولوا كده، اللي بيجي في الصاج مش مهم، ولكن ممكن ما تحملش ان انت خسارتك تيجي في صحتك او في راحه بالك. السؤال الرابع وهو ايه هي خطتك البديله؟ فكره ان انت يكون عندك حلول كتير او اختيارات كتير دي طبعا تعتبر مهاره مهمه جدا، ومش كل الناس بتقدر ان هي يكون عندها حلول كتير، مش كل الناس بتقدر ان هي تخرج بره الصندوق، مش كل الناس بتقدر ان هي تفكر بطريقه مبتكره تديها حلول كتير. وعايز اقول لك اني من اهم الحاجات في المخاطره او في الريسك او في المجازفه ان انت يكون عندك حلول كتير، وان انت برضو تقدر تختار ما بين الحلول الكتير دي الحل الافضل او الحل المناسب اكتر بالنسبه لك. واخر سؤال واللي بيقول هل الوقت بتاعك مناسب للمخاطره دي ولا لا؟ برضه تعتبر من اهم المهارات، وهي فكره ان انت تاخد القرار المناسب في الوقت المناسب. عايز اقول لك ان مفيش حاجه بتبقى صح على طول، ومفيش حاجه بتبقى غلط دايما، ولكن ما عدا طبعا المسلمات او الحاجات اللي هي يعني الاساسيه والحلال والحرام والكلام ده، ولكن بيبقى فيه حاجه بتسمح ان انت تستفاد بشكل اكبر من القرار اللي انت هتاخده او لا. على سبيل المثال مثلا لو انا شخص قررت ان انا، او شخص مثلا معين قرر ان هو يعمل مشروع او شركه في وقت معين، والوقت اللي هو عمل فيه المشروع بتاعه ده كان فيه مثلا طلب على الخدمات اللي هو بيقدمها من السوق اللي هو عمل فيه الشركه او المشروع بتاعه، فبالتالي الشخص ده يقدر ان هو طبعا ينجح. وما بين شخص تاني قدر ان هو او قرر ان هو يعمل نفس الشركه او شركه ممكن تكون اكبر بكتير من الشركه اللي عملها الشخص الاول، ولكن عملها في وقت مثلا ما كانش فيه طلب على الخدمات اللي هو بيقدمها من السوق بتاعه، فبناء عليه فشل. فده كده يوضح لك الفرق ما بين اهميه الوقت اللي انت بتاخد فيه القرار، او اهميه الوقت اللي انت بتاخد فيه الريسك او تاخد فيه المخاطره، ممكن يكون سبب في ان هو ينجحك وممكن يكون سبب في ان انت تفشل. وعايز اقول لك ان في بعض القرارات بيكون فيها وقت او فيها امكانيه بان انت تعمل اجتماعات وتعمل دراسه جدوى وتحلل الموضوع وتعمل دراسه بشكل كويس جدا، ولكن في نفس الوقت في بعض القرارات بتحتاج منك ان انت تاخد القرار بسرعه جدا، ما بيبقاش في وقت ان انت رفاهيه الاختيار او رفاهيه ان انت تاخد وقت كبير في ان انت تختار ما بين القرار اللي انت هتاخده، علشان لو اخدت وقت كبير ممكن الفايده او ممكن الحاجه اللي انت هتحصل عليها تروح منك بسبب التاخير او بسبب ان انت ما خدتش القرار بسرعه. فبيكون مهم جدا ان انت تسال نفسك الخمس اسئله اللي احنا قلنا عليهم قبل ما تاخد اي مخاطره او اي ريسك في حياتك. السؤال الاول واللي بيقول ايه اللي ممكن تكسبه، السؤال الثاني واللي بيقول ايه اللي ممكن تخسره، السؤال الثالث واللي بيقول هل هتقدر تتحمل الخساره دي، السؤال الرابع واللي بيقول ايه هي خطتك البديله، واخر سؤال واللي بيقول هل الوقت بتاعك مناسب للمخاطره دي ولا لا. وبمجرد ما تقدر ان انت تسال نفسك الخمس اسئله دول هتقدر ان انت تساعد نفسك بشكل كبير، وهتقدر تقرر اذا كنت محتاج ان انت تاخد الريسك او القرار او المخاطره دي ولا لا. وده كده كان فيديو النهارده، اشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد.